مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي من خلاله غنقدموا واحد الحصيله ديال الدور الاول ديال كأس العالم قطر 2022. وكما هي العاده كما عارفين غنطلب منكم فقط الاشتراك ودعم القناه والبارطاج. اذا على بركه الله. بالامس انتهى الدور الاول ديال المجموعات ديال كأس العالم قطر 2022، دور اللي كانت فيه العديد من المفاجآت بحيث ان الى جينا يمكننا نقولوا ان خريطة كرة القدم تغيرت. ففي هذا الفيديو غنمشي معكم مجموعة مجموعة وغنعطيو شكون اللي تأهل على كل مجموعة، وفي الاخير غنعطيكم كذلك البرنامج ديال ثمن النهايه والفرق كل مقابله على حده. اذا على بركه الله. اذا بالنسبه للمجموعه الاولى فتأهل منتخب هولندا كمتزعم المجموعه ب7 نقاط، عنده زائد 4 في الكولافيراج. يليه في المرتبه الثانيه المنتخب السنغالي ب6 نقاط بزائد 1، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإكواتور ب4 نقاط، وفي المرتبة الرابعة المنتخب القطري ب0 نقطة. غادي نفتح فقط قوس فيما يخص منتخب قطر، فكنظن أنه كما فايت لي شرت لها المنتخب القطري هذه أول مشاركة ليه في كأس العالم، وخصوصا انه البلد المنظم لهذا كأس العالم، فبالرغم من الاقصاء ديالو فهو قدم اداء غير كنا كنتسناو احسن من المنتخب القطري، لكن مع الاسف ما كانش داك المستوى اللي يخول له يتأهل للدور الثاني. اظن انه الان غيقوموا بتغييرات حتى كنظن المدرب غادي يقدم الاستقاله ديالو، وغيتم تعيين مدرب جديد. منتخب الاكوادور منتخب كان قوي، شفناه في المقابله ديالو الاولى امام قطر، وكذلك في المقابله الثانيه ديالو قدام هولندا، فما كانش ذاك المنتخب السهل. تحسمات المقابله ديالو في المقابله الثالثه مع السنغال، بحيث انه كان كيكفيه التعادل لمرور الدور الثاني، ولكن بحكم عنده واحد اللاعب اللي كان غايب في خط الوسط في المقابله امام السنغال، فهذا اثر على المستوى ديالو، وبالتالي اللي مرات مع هولندا في هذه المجموعه هي السنغال تمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين. كتبقى فقط غنشير لواحد النقطه اللي هي مهمه فيما يخص حارس منتخب السنغال اللي هو كيلعب مندي اللي كيلعب في تشيلسي، فكيبقى من نقاط الضعف حاليا ديال المنتخب السنغالي. هناك تراجع مستوى كبير بالنسبه للحارس مندي. كذلك كيبان التاثير ديال الغياب ديال ساديو ماني في الهجوم، بحيث كان ساديو ماني كان غيقدم واحد الاضافه كبيره للفريق السنغالي. ولكن على العموم السنغال عندها فريق محترم بقياده سيسي اللي مدرب كفء، مدرب وطني، فكيتلاحظ انه ملي كدير الثقه في مدرب وطني كيعطيك نتائج. اليو سيسي كيعطيك نتائج ايجابيه. اذا الخلاصه بالنسبه لهذه المجموعه الاولى، فهولندا كتأهل على راس المجموعه ب7 نقاط، والسنغال في المرتبه الثانيه ب6 نقاط. فيما يخص المجموعه الثانيه اللي كانت كتضم انجلترا، الولايات المتحده الامريكيه، ايران وبلاد الغال. فانجلترا وكما كان متوقع حسمات هذه المجموعه بترأس المجموعه ب7 نقاط، تليها الولايات المتحده الامريكيه ب5 نقاط، ثم ايران في المركز الثالث ب3 نقاط، وبلاد الغال في المركز الرابع بنقطه واحده. يمكن لي نقول ان انجلترا عندها منتخب قوي، حتى المدرب ديالها ربما كان في الدور الاول كيجيري اللقاءات فقط، ما كيبغيش ارهاق اللاعبين ديالهم اللي كيمارسوا في اعلى الدوريات في اوروبا واحسن دوري
حاليا موجود في اوروبا وفي العالم اللي هي البريمير ليغ. فقدموا اداء مقنع خصوصا في المقابله الثالثه امام بلاد الغال، حيث ان انجلترا تزعمت المجموعه ب7 نقاط من 2 انتصارات وتعادل. الولايات المتحده الامريكيه فاستطاعت بانها تحرز المرتبه الثانيه من بعد الانتصار ديالها على من بعد تعادل امام بلاد الغال، وتعادل امام انجلترا، وانتصار على ايران. فهذا اللي خولا تحت المرتبه الاولى. الامريكا عندها لاعبين كذلك يمارسون في الدوريات الاوروبيه، ربما استفدوا من هذه التجربه هذه. وكيبقى المنتخب الامريكي منتخب صعب المراس، حيث كيتبين بانه عنده واحد النهج تكتيكي واضح وعنده لاعبين في المستوى. في المرتبه الثالثه ايران شنو يمكن لي نقول؟ ايران ادت اللي عليها. ربما كذلك كاين تاثير الاحداث اللي كتوقع الان في ايران، وهذا شيء واضح. كارلوس كيروش حاول حنا كنعرفوا النهج التكتيكي ديالو، كيكون دائما متحفظ في الدفاع وكيلعب على الهجمات المضاده. هذا الشيء هذا ما ساعدوش كثيرا امام انجلترا والولايات المتحده الامريكيه. بقى متحفظ كثيرا في اللاعب، ولكن في الوقت اللي بغى يدير الهجمه ويكون هو الفاعل ماشي يدير الفعل ماشي ردة الفعل، فتبين الضعف ديال المنتخب الايراني، خصوصا انه ما كانش هناك امداد اللاعب اللي عندهم تسعود اللي كيلعب في اوروبا بكرات اللي كانت تخول له بانه يسجل اصابات. الفريق الاخر بلاد الغال كنا كننتظروا بان بلاد الغال تبان بواحد الوجه اخر مع غاريث بيل، ولكن مع الاسف كان واحد الاداء ديالهم اللي هو ضعيف جدا. اول مشاركه ديالهم في كاس العالم كيخرجوا بنقطه واحده من هذه المجموعه. اذا انجلترا تتصدر هذه المجموعه ب7 نقاط، تليها الولايات المتحده الامريكيه ب5 نقاط، فايران في المركز الثالث ب3 نقاط، وبلاد الغال في المركز الرابع بنقطه واحده. فيما يخص المجموعه الثالثه، هذه المجموعه اللي كانت كتضم الارجنتين، بولونيا، المكسيك والعربيه السعوديه. فالارجنتين احتلت المرتبه الاولى ب6 نقاط، بولونيا في المرتبه الثانيه ب4 نقاط، المكسيك كذلك ب4 نقاط، والعربيه السعوديه ب3 نقاط. فبالنسبه للارجنتين يمكن لي نقول ان ذاك الهزيمه الغير متوقعه في اللقاء الاول كان عندها تاثير بسيط على الفريق، ولكن استطاعوا تدارك الموقف امام كل من بولونيا والمكسيك. انا الحاجه الوحيده اللي كانت اسفله في هذه المجموعه هذه ان المنتخب السعودي كان بالامكان ديالو يمر في هذه المجموعه، مع الاسف ما استغلش ذاك الانتصار ديالو الاول ضد منتخب الارجنتين وخسر امام بولونيا. شفنا الكيفيه كيفاش خسر، حيث سيطر على المقابله كامله، جات مرتدات المنتخب البولوني استغلها وسجل 2 الاصابات. نفس الشيء مع المكسيك، فكيبان ان اللاعبين كانوا مرتبكين. المكسيك استطاع يستغل ذاك الاندفاع ديال اللاعبين السعوديين ويسجل 2 الاصابات. فالسعوديه انا كنظن كانت عندها فرصه ذهبيه انها تمر الدور الثاني، مع الاسف واش نقص اللياقه البدنيه واش عدم انضباط تكتيكي جعلهم كيفرطوا في نقاط اللي كانت تخول لهم انهم يمروا الى جانب الارجنتين بالنسبه لهذه المجموعه. اذا الارجنتين كتحتل المرتبه الاولى ب6 نقاط، تليها بولونيا ب4 نقاط مع المكسيك، ولكن النسبه العامه حسمات لان بولونيا عندها 0 والمكسيك عنده ناقص 1، وحتى كانوا في النسبه العامه مقادين، فاللاعب النظيف كان كيأهل بولونيا. بالنسبه للمجموعه الرابعه، فهذه المجموعه اللي كانت فيها فرنسا، استراليا، تونس والدنمارك. ففرنسا
استطاعت أنها تتأهل على رأس المجموعة ب6 نقاط، تليها أستراليا كذلك ب6 نقاط ولكن عندها ناقص واحد في النسبة العامة. تونس في المركز الثالث ب4 نقاط، والدنمارك في المركز الأخير بنقطة واحدة. بالنسبة لهذه المجموعة اللي قلتو على المنتخب السعودي غنقولوا كذلك على المنتخب التونسي. فرنسا كان باين بأنها غتكون هي أول هذه المجموعة بحكم اللاعبين والمستوى ديالهم اللي عندها ككليان مبابي، غريزمان، هوغو لوريس والبقية. المنتخب تونس دار أداء جيد أمام منتخب الدنمارك. ربما المنتخب التونسي كما احترمش كثيرا المنتخب الدنماركي كان ينتصر في هذه المقابلة الأولى، حتى نتيجة التعادل كانت إيجابية بالنسبة لي. في نقاط تفريط في النقاط هو في مقابلة أستراليا. أنا كنظن شخصيا أن أستراليا كانت في متناول المنتخب التونسي، فداك الهزيمة أمام أستراليا هي اللي أثرت على الحظوظ المنتخب التونسي لمرور الدور الثاني خصوصا إلا شفنا كيفاش لعبت فرنسا المقابلة ديالها مع تونس، فدخلت تقريبا بالفريق الثاني ديال المنتخب الفرنسي. فمع الأسف كون استغل المنتخب التونسي على الأقل كون خرج بتعادل مع أستراليا في المقابلة الثانية، فكان يمكن له يتأهل ثاني هذه المجموعة. كان مع الأسف هنا كتبان لك النقص ديال الدول العربية وداك العقلية اللي كتبقى عندنا دائما لا في إفريقيا ولا في الدول ديال الشرق الأوسط، ما كنعرفوش نستغلوا الفرص السانحة اللي كتكون عندنا في العديد من المقابلات. إذا بالنسبة للمجموعة الرابعة ففرنسا احتلت المرتبة الأولى كما قلت ب6 نقاط عندها زائد 3، أستراليا في المرتبة الثانية ب6 نقاط عندها ناقص 1، تونس في المرتبة الثالثة ب4 نقاط وعندها في النسبة العامة 0، والدنمارك في المرتبة الرابعة والأخيرة بنقطة واحدة مع نسبة عامة ناقص 2. إشارة فقط للمنتخب الدنماركي، فالمنتخب الدنماركي كنا كنتمناو منه مستوى أحسن بحيث أنه راه مكلاسي في العاشر عالميا، ولكن تفاجأت أنا شخصيا المستوى ديالو لا مع تونس لا مع فرنسا، وكذلك في المقابلة الأخيرة مع أستراليا. شيء غريب اللي كيحدث للمنتخب الدنماركي اللي كنا كنتسناو منه مستوى أحسن. إذا نمروا للمجموعة الموالية اللي هي المجموعة الخامسة. ففي هذه المجموعة وقعت إحدى أكبر مفاجآت الدور الأول ديال كأس العالم قطر 2022. هذه المجموعة كتضم اليابان، إسبانيا، ألمانيا وكوستاريكا. المنتخب احنا كنا في الأول كل التوقعات كتشير بأن ربما اللي غيمر الدور الأول هو من هذا الدور المجموعة هذه هو المنتخب الإسباني والمنتخب الألماني، فإذا به المنتخب الياباني يخلق مفاجأة مدوية. فالمنتخب الياباني استطاع يتصدر المجموعة ديالو ب6 نقاط، متبوع بالمنتخب الإسباني ب4 نقاط. المرتبة الثالثة كذلك مناصفة مع إسبانيا ألمانيا 4 نقاط عندها زائد 1، بينما إسبانيا عندها زائد 6. وفي المرتبة الأخيرة كوستاريكا ناقص 8. لابد نشير نقطة مهمة بالنسبة لهذه المجموعة، فالمنتخب الألماني كان من أكبر المفاجآت المدوية بالأداء ديالو في هذه المجموعة، لا في المقابلة الأولى أمام اليابان، لا في المقابلة الثانية أمام إسبانيا، وحتى في المقابلة الثالثة أمام كوستاريكا فلقى صعوبات كبيرة. مع الأسف المنتخب الألماني ما جاش لقطر باش يلعب كأس العالم، جا لأشياء أخرى. وأنا كما قلت في فيديو سابق ألمانيا انهزمت رياضيا وانهزمت كرويا، وكان عندها فشل في المنظومة ديالها وليس لشيء آخر. فربما نهاية جيل مازال ما لقاوش منذ نهاية كأس العالم 2014 الجيل اللي يمكن له يخول ألمانيا أنها تلعب داك الأدوار اللي كانت كتلعب شحال هادي
بحيث انها كتوصل دائما نصف النهايه او نهايه كاس العالم. مع الاسف المنتخب الالماني في هذا المونديال هذا كما كيقولوا كان خارج الخدمه. اذا بالنسبه لهذه المجموعه اليابان متزعمه ب6 نقاط، اسبانيا في المرتبه الثانيه 4 نقاط، المرتبه الثالثه المانيا ب4 نقاط، المرتبه الرابعه كوستاريكا ب3 نقاط. بالنسبه للمجموعه السادسه، المجموعه اللي كنتسناوها كاملين، مجموعه المنتخب الوطني المغربي. هذه المجموعه كتضم المغرب، كرواتيا، بلجيكا وكندا. هذه المجموعه كتشهد ان المغرب كيحتل المرتبه الاولى ب7 نقاط في هذه المجموعه، الثانيه كرواتيا ب5 نقاط، الثالثه بلجيكا 4 نقاط، الرابعه كندا 0 نقطه. شكون بالله عليكم شكون اللي كان كيظن بان المنتخب المغربي غيسالي اول المجموعه؟ هذا سؤال كنطرحوه لكم. كنا كنقولوا غنخليو الطياره شاعله، ولا سيادي ما خليناش الطياره شاعله. المغرب وما ادراك ما المغرب بوليداته بوالد الكراكي استطاع بانه يتعادل مع كرواتيا، ينتصر على بلجيكا وينتصر على كندا، وبهذا المغرب حتى المرتبه الاولى ب7 نقاط. يليه المنتخب الكرواتي العنيد ب5 نقاط. من المفاجآت المدوية خروج بلجيكا ثالث المجموعة ب4 نقاط، وكندا الفريق القادم مع الأسف قدم كرة جد ممتازة في المقابلات ديالو الثلاث، ولكن مع الأسف كيخرج من الدور الأول ب0 نقطة. منتخب كندا منتخب قادم في كرة القدم. إذا هذا بالنسبة للمجموعة السادسة. فيما يخص المجموعة السابعة، فالبرازيل اللي كتضم البرازيل، سويسرا، كاميرون وصربيا. فهذه المجموعة احترم المنطق، المنتخب البرازيلي 6 نقاط من 2 ديال الانتصارات وهزيمة، سويسرا كذلك في المرتبة الثانية ب6 نقاط، 2 انتصارات وهزيمة كذلك، الكاميرون في المرتبة الثالثة ب4 نقاط، وصربيا في المركز الرابع نقطة واحدة. منتخب البرازيل يعج بالنجوم، منتخب البرازيل لديه العديد من اللاعبين في أعلى المستويات، فقدم مستوى رائع في المقابلة الأولى ولا الثانية. في المقابلة الثالثة كنظن بأنهم دخلوا بالفريق الثاني ديالهم، فربما كيوجدوا راسهم المقابلات القادمة. سويسرا كذلك خلقت المفاجأة، ولكن سويسرا يمكننا نقول أنها خلقت المفاجأة بحكم الفرق اللي واجهتها. فلما منتخب الكاميرون ولا صربيا ماشي داك المستوى اللي يسمحنا بنا نقولوا سويسرا عندها فريق قوي. فهذه المجموعة كتمر البرازيل كمتزعمة المجموعة ب6 نقاط، سويسرا الثانية ب6 نقاط كذلك، الكاميرون في المرتبة الثالثة في 4 نقاط، وصربيا في المرتبة الرابعة بنقطة واحدة. فيما يخص المجموعة الأخيرة، المجموعة اللي كتضم البرتغال وكوريا الجنوبية والأوروغواي وغانا. هذه المجموعة البرتغال انتصرت في المقابلة الأولى وانتصرت في المقابلة الثانية. المنتخب كيقدم أداء ممتاز في المقابلة الأخرى ديالهم مع الأوروغواي، خسروا هذه المقابلة، ولكن كنظن بأن المنتخب البرتغالي غيمشي بعيد في هذه المجموعة. مفاجأة هذه المجموعة صراحة هو المنتخب الكوري، المنتخب الكوري اللي استطاع ينتصر على البرتغال ويتعادل مع الأوروغواي وينهزم أمام غانا. فهذه المجموعة كانوا هاد 3 الفرق من المرشحين 3 يكونوا مع المنتخب ديال البرتغال، ولكن في الأخير فالمنتخب الكوري الجنوبي هو اللي كيتأهل ب4 نقاط، بحيث أنه كان مناصفة مع الأوروغواي، ولكن اللاعب النظيف هو اللي حسن وعطى البطاقة الثانية للمنتخب كوريا الجنوبية. إذا في هذه المجموعة فالبرتغال في المرتبة الأولى ب6 نقاط،
كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية ب4 نقاط، أوروغواي كذلك ب4 نقاط، وغانا في المركز الأخير ب3 نقاط. إذا هذا كان النتائج الكاملة ديال المجموعات. كما كتلاحظوا بأنه ألمانيا خرجت من الدور الأول، بلجيكا خرجت من الدور الأول، الأوروغواي خرجت من الدور الأول، الدنمارك خرجت من الدور الأول كذلك. بالنسبة لإفريقيا مع الأسف كيلقاو 2 فرق من أصل 5، فخرجت تونس، خرجت الكاميرون، وخرجت غانا. إذا هذا فيما يخص تحليل المجموعات. الآن غنمشي معكم بخصوص ما يخص مقابلة الثمن. إذا فيما يخص مقابلة الثمن النهاية فالبرنامج كالتالي. إذا اليوم السبت على الساعة 4 فهناك هولندا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الساعة 8 هناك الأرجنتين أمام أستراليا. هذا بالنسبة لليوم السبت. يوم الأحد مع الساعة 8 مساء هناك إنجلترا مع السنغال، هذا ماتش لقاء من اللقاءات القوية، وكذلك فرنسا مع بولونيا على الساعة 4. فيما يخص واليوم يوم الاثنين فغتكون مقابلات. اليوم الاثنين غتكون هناك مقابلة اليابان أمام كرواتيا على الساعة 4، والبرازيل أمام كوريا الجنوبية على الساعة 8. يوم الثلاثاء وبإذن الله مقابلة المغرب أمام إسبانيا على الساعة 4، وفي الساعة 8 البرتغال أمام سويسرا. إذا هذا هو البرنامج الكامل لمقابلة ثمن النهاية. كتتضح بأن هناك مقابلات قوية. غنعطي على مثال على ذلك إنجلترا مع السنغال، الولايات المتحدة الأمريكية مع هولندا. باقي المقابلات كنظن بأن بالنسبة للمنتخب الفرنسي فهو زعما يقدر يتجاوز المنتخب البولوني، كذلك البرتغال مع سويسرا، كذلك رشح البرازيل من الانتصار على كوريا، وكذلك المنتخب الكرواتي مع اليابان. فيما يخص مقابلة المنتخب المغربي اللي غيمكن لي نقول أن المقابلة في المتناول ديالنا، لأن بالنسبة لنا إسبانيا هي كتاب مفتوح. حنا عارفين الخطة باش كيلعبوا المنتخب الإسباني. فالمنتخب الإسباني بقيادة لويس أنريكي كينتمي لنفس المدرسة اللي كيأمن بها المدرب الأرجنتيني بيلسا. فهاد المدرسة كاين مارتينيز ديال بلجيكا، غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وحتى لويس أنريكي. ولويس أنريكي كنا كنشوفوا الخطة ديالو ملي كان كيلعب مع برشلونة، فالاستحواذ الأساس ديالها الاستحواذ على الكرة والفعل، ماشي ردة الفعل. كيكون عندهم دائما هما اللي كيبغيو يستحوذوا، هما اللي كيبغيو يقوموا عليك بالضغط. هذه الخطة هذه ديال التيكي تاكا كما كيقولوا. شنو هو العدو اللدود ديالها؟ العدو اللدود ديال هذه الخطة هي أنك تسد المقابلة، دير جوج طويسات كما كنقولوا في الدفاع، وتعتمد على الهجومات المضادة. فيكفي أننا نشوفوا غير حاليا برشلونة شنو هي الصعوبات، فين كتلقى الصعوبات في الماتشات ديالها. الصعوبات اللي كتلقى برشلونة أو إسبانيا في المقابلات ديالها هي ملي كتسد وكتزير اللعب وكتعول على الهجمات المضادة. هذه الخطة هذه قمنا بها في المباراة الأولى أمام كرواتيا، ونجحنا فيها في الشق الدفاعي، وكون كانت غير شي شوية الزعامة في الهجوم كان يمكننا ننتصروا. نفس الشيء في المقابلة ديال بلجيكا، وعطاتنا جوج ديال الإصابات، وكذلك مع كندا. فنواصلوا على نفس النهج ونواصلوا على نفس الخطة،
وهذه المقابله راه ما يكون فيها غير خير. شوفوا غير التصريحات ديال اللاعبين الاسبان، بالرغم باننا ما خصناش نخادعوا بداك التصريحات، نبقاو مركزين نكونوا رادين البال ونتفاداو الضغوطات. عندي فقط ميساج اخر للاخوه الصحفيين وانا الجمهور، ما تمشيوش بداو تحلموا كثر. حنا الان درنا الاهم هو تاهل الدور الثاني، وباذن الله غنتاهلوا لدور ربع النهائي، ولكن نبقاو حاطين رجلينا في الارض، نبقاو واقعيين. غادي نتقاتلوا في هذه المقابله. المنتخب الاسباني ماشي داك المنتخب الاسباني ديال انيستا وكزافي بويول بيكي، هذا شيء اخر. يمكننا ننتصروا عليهم الا بقينا من انضباط تكتيكي، الا بقينا في اللياقه البدنيه في اعلى مستوى، والروح القتاليه وكنأكد عليها، فيمكننا نتجاوزوا المنتخب الاسباني. هذه المقابله غنرجعوا لها بالتفصيل في فيديو اخر. غنعطيكم جميع الشروحات ولي ديتاي تكنيك على اللاعبين الاسبان والخطه اللي هي معروفه باش كيلعبوا. كامل المتمنيات للمنتخب الوطني بالتوفيق في هذه المقابله. اذا هذا كل ما عندي في هذا الفيديو. نتمنى ان هذا المحتوى يكون راقكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. كان معكم عمر الغياتي من قناه عمر سبور.